في عالم الفن الكل بيكون تحت الأضواء وكل حركة بتصدر عنهم بتتسجل وتتسمع. لكن ايه اللي بيحصل لما الفنانين بيقعوا في أخطاء؟ وازاي ده بيأثر على الشباب اللي بيتابعوهم؟ في الحلقة دي هنشوف سوا تأثير سقطات الفنانين على الشباب، وهنتكلم عن أمثلة واقعية. تابعوا لنهاية الفيديو عشان نعرف ازاي نقدر نتعلم من الأخطاء دي ونستفيد منها. ولو أول مرة بتسمعني أتشرف باشتراككم في القناة. أول حاجة، تأثير سقطات الفنانين على الشباب ممكن تكون كبيرة، خاصة لو كان الشباب بيعتبر الفنان ده قدوة ليه وبيحلم يكون زيه في يوم من الأيام، ويحقق نفس النجاح اللي الفنان ده حققه ووصل ليه، زي الشهرة والمكانة الاجتماعية. زي ما بيقول البعض منهم: أنا بتعامل معاملة VIP بعد ما كان ولا حاجة، ولا حد شايله من أرضه أصلا. وكمان العائد المادي اللي كل شاب بيحلم وبشدة انه يوصل ليه. تاني حاجة، التقليد الأعمى، حتى لو السلوك ده خاطئ وسلبي، زي العنف والتدخين ومشتقاته، وكلنا هنا فاهمين أنا أقصد إيه كويس. وزي الكلام البذيء، وده بيكون نتيجة لانبهارهم بالفنان وعدم التفريق بين اللي بيقدمه من عمل على الشاشات من دور مرسوم ومحبوك دراميا، وبين التصرفات الشخصية اللي أكيد بتطلع من إنسان دي طبيعته وأثر البيئة اللي اتربى وكبر فيها، أو حتى اكتسابه لسلوكيات جديدة اتعود عليها وشافها مباحة وعادية برضو من خلال البيئة المنفتحة اللي كل حاجة فيها عادي وطبيعي. فلما شبابنا بيشوفوا ده منهم أكتر من مرة، عيونهم تبدأ تتعود وعقولهم تقتنع بأن ده أصبح التطور المجتمعي الطبيعي للزمن. ومن غير ما نحس نلاقي ده أثر في الأخلاق والقيم والسلوك، ونبص نلاقي المجتمع أصبح مليان من المياعة والبلادة والعنف في التعامل وافتعال المشاكل لأتفه المواقف. وده بيرجع لعدم وجود رجال بمعنى ما تحمله الكلمة من معنى. لكن بقينا نشوف يا إما بلطجة وشوارع مليانة بالعنف وقلة الذوق، وده أقل ما يقال، أو مليانة مياعة وتفاهة وعدم تحمل مسؤولية من الشباب. حتى وصلت للرجال أصحاب العائلات، بقينا نشوف زوج بعد فترة قصيرة من الجواز مراته بتطلب الطلاق لأنها مش لاقية راجل تعتمد وتسند عليه، أو ست اتحملت هي مسؤولية البيت ونزلت للشغل لأن البيه مش عايز يتعب وهي دي قدراته. والأمثلة كتير وموجودة بقت بفجاجة في مجتمعنا، وده كله بسبب تأثير اللي بيسموا نفسهم فنانين، وهم مثال وقدوة سيئة بقت بتضر في مجتمعنا بشكل واضح وضوح الشمس. ونرجع لنفس السؤال: ليه الشباب بينبهر لحد السحر بهؤلاء؟ نعم، فهناك عوامل بتساعد هؤلاء على سحر شبابنا لتقليدهم وبشكل أعمى. منها أول حاجة الشهرة والنجومية اللي بيتمتعوا بيها، وإنهم دايما في دائرة الضوء، وده بيخليهم يبانوا أكتر إثارة وجاذبية للشباب. تاني حاجة التميز والإبداع، شعور الشباب إن اللي بيقدمه هؤلاء هو شيء مميز ومبتكر، وده بيخلي الشباب يحسوا بالإعجاب والتقدير. تالت حاجة القدوة في التمثيل، الفنانين بيقدروا يعبروا عن مشاعر وأفكار الشباب، وده بيخليهم يحسوا إنهم بيفهموهم ويشاركوهم أحلامهم وطموحاتهم وتجاربهم. رابع حاجة التأثير الإعلامي، الإعلام بيضخم صورة الفنان، وده بيخليه يبان أكتر أهمية وجاذبية للشباب، والنتيجة دي هي اللي انبهارهم بيهم، ونتيجة طبيعية لخليط من العوامل دي كلها يخلي الشباب يحسوا انهم جزء من عالم مليان إثارة وأضواء وتشويق، خصوصا مع توفير مواقع التواصل، وأصبح البعض منهم سهل التواصل معاه عن طريقها. فبدأ يحس الشباب ان الفنان ده صديق ليه وجزء أصيل من حياته اليومية، وبدأ يتأثر بفرحه وزعله وحتى مشاكله. والأمثلة موجودة وشايفينها طول الوقت على مواقع التواصل، زي فلان بعد قصة الحب دي طلق فلانة، يا خسارة، ونزعل وندعي ربنا ان يرجعوا تاني لبعض، ونتابع اخبارهم طول الوقت. وفلان ضرب فلانة بالقلم، معقول ده يحصل من الشخصية دي؟ احنا مش مصدقين. واللي يقول معاه حق
وفلان بهدل فلانة من يوم ما اتجوزها، ده نرجسي وداخل ينهي عليها وياخد فلوسها. ونفضل طول الوقت نتابع أخبارهم ومشدودين لتفاهات بتضيع وقتنا وطاقتنا. طب ايه هو الحل عشان نلحق شبابنا من الدوامة دي؟ أول حاجة تشجيع الشباب على التفكير النقدي، يعني يميزوا بين الفن والتصرفات الشخصية. تاني حاجة مساعدتهم يلاقوا قدوة إيجابية في حياتهم، سواء بقى أدباء علماء مخترعين، وأكيد على رأسهم ليس هناك أفضل من سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. تالت حاجة توعية الشباب بأن الفنانين زيهم زي أي إنسان بيقعوا في أخطاء، وأن الفن مش شرط يعكس حياتهم الشخصية. رابع حاجة تشجيعهم على الإبداع والتعبير عن نفسهم بطرق إيجابية زي الكتابة والرسم أو الموسيقى والرياضة بأنواعها. خامس حاجة تشجيعهم على التواصل مع الأهل والمجتمع عشان ياخدوا منهم الدعم والتوجيه من الناس اللي بيحبوهم. واحنا كأهل ومجتمع لينا دور مهم جدا، وهو التوجيه والتشجيع والدعم النفسي، وكمان توفير بيئة إيجابية، ودور الإعلام لترويج القيم الإيجابية وتقديم النماذج الطيبة الإيجابية للشباب. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منه، ولو عجبكم اللي أنا بقدمه أتشرف باشتراككم في القناة لدعمها، وأشوفكم إن شاء الله في موضوع جديد مع كارمن. السلام عليكم.